في سؤال لو جاوبت عليه صح حياتك ممكن تتغير بالكامل. انت اتخلقت ليه؟ مش بس من ناحية دينية، لا، من ناحية شغفك، شغلك، رسالتك في الدنيا. الفيديو ده معمول مخصوص للناس اللي عايزة تعيش حياتها وحياتها تبقى ليها معنى. لو مستعجل او داخل تتسلى صدقني الفيديو ده مش ليك تماما، لكن لو بتدور على نفسك كمل معايا للاخر. انا بعمل اللي بعمله ده علشان اسيب اثر، يمكن كلمة تغير حياة، يمكن لحظة تبني انسان، والنية دايما رضا ربنا وبس. كتير مننا بيعدي بمرحلة الفراغ، احساس انك مش عارف بتحب ايه، مش عارف تبدأ منين. كل الناس بتقولك دور على شغفك، والحقيقة ان الكلمة دي مطاطة جدا، بس مفيش حد بيقولك ازاي تقدر تدور عليه. في الفيديو ده هقولك على 3 خطوات عملية جدا لو عملتهم بنسبة كبيرة هتكتشف شغفك، او على الاقل هتقرب له جدا. ومع كل خطوة هشارك معاك امثلة واقعية وقصة شخصية كمان. جاهز؟ يلا نبدأ. اكتب عندك الخطوة الاولى، اكتشف اللي بتحبه حتى لو مش بفلوس. يعني ايه؟ افتح ملاحظات موبايلك او هات ورقة وقلم لو سمحت، وابدأ اكتب كل الحاجات اللي بتحب تعملها حتى لو مش بتاخد عليها فلوس. بتحب تكتب، بتحب تتكلم مع الناس، بتعرف تحل مشاكل صحابك، بتحب تنظم حاجات. اكتب كل تفصيلة حتى لو كانت تافهة من وجهة نظرك انت، عشان مفيش حاجة تافهة في المرحلة دي على فكرة خالص. احنا بنرسم خريطة شغفك، لانك لو اشتغلت في حاجة بتحبها الوقت هيعدي والضغط هيقل والابداع كمان هيزيد. خليني مثلا اديك مثال بسيط كده يقرب لك المعنى. في واحد بدأ حياته بيحب يشرح لاصحابه دروس، كان بيشرح ببلاش، النهارده عنده قناة فيها 1,000,000 مشترك وبيكسب منها كويس جدا. البداية هنا عارف كانت ايه؟ كان بيحب يشرح. طيب الخطوة التانية وركز معايا فيها جدا عشان خاطر الخطوة دي في ناس يعني بص عايزة تتعض كده بسبب ان هي بتحكم على الحاجة من غير ما تجرب. لو سمحت جرب قبل ما تحكم. كتير بيسأل نفسه انا بحب كذا ولا لا، بس مفيش اجابة هتجيلك وانت قاعد على فكرة بتفكر. التجربة هي الحل. يعني مثلا بتحب التصوير، امسك كاميرا حتى لو كان موبايلك، حتى لو كاميرا موبايلك. بتحب البرمجة، افتح كورس مجاني وجرب. بتحب تتكلم، ما تجرب تسجل بودكاست ولو دقيقتين حتى. صدقني التجربة هي اللي هتكشفك لنفسك. ولو هناخد مثلا مثال في النقطة دي، في واحدة كانت مثلا بتفكر انها بتحب الترجمة، هي كانت فاكرة كده. اول ما بدأت تترجم اكتشفت انها بتحب تشرح مش بتحب تترجم. النهاردة بتعمل فيديوهات تبسط الانجليزي للناس، وكانت هتضيع سنين لو ما كانتش جربت، وكانت هتلاقي نفسها بتعمل حاجة اصلا ما عندهاش شغف فيها. وعلى فكرة الامثلة اللي انا بذكرها في الفيديو ده لناس بلوجرز النهاردة مشهورين جدا 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 على السوشيال ميديا وبيعملوا الكلام ده. طيب الخطوة الثالثة هي ايه؟ اربط شغفك بهدف اكبر. يعني ايه؟ الفرق بين انك تلاقي شغف وانك تحوله لرسالة انك تربطه بهدف اكبر منك. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا مش بس بحب اتكلم، لا، بحب اتكلم علشان اساعد الناس، او علشان انقل فكرة، او عشان اخلي صوت للي ما عندوش صوت. لان هنا في ناس ما بتصبرش. ربطك للشغف برسالة هو اكتر حاجة هيخليك تصبر وتكمل وتتحمل، وده بيحط النية في مكانها الصح. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. عشان كده لو اشتغلت الهدف دنيوي بس هتتعب، لكن لو ربطته بهدف اخروي كل لحظة تعب هتبقى عبادة. مثال شخصي مثلا، خليني اقول لك على معلومة. انا بدأت اتكلم في موضوع الشغف لاني شفت ناس كتير بتضيع عمرها في حاجات مش بتحبها، وانا بالمناسبة كنت واحد منهم، وقررت اتكلم علشان اكون سبب انك تاخد اول خطوة. واعتقد ان الانترو كانت بتوضح اصلا الهدف من قناة مسجز وادري معمولة ليه اساسا. الخلاصة، وعايز اطمنك جدا، هتلاقي شغفك بس لو بدأت الشغف مش هينزل عليك زي الوحي، لا 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 لا، لازم تمشي نحوه وتجرب وتغلط وتعيد حساباتك. وحط تحت كلمة تغلط دي مليار خط، عشان لو فاكر نفسك انك مش هتغلط ابقى قابل. الشغف محتاج 3 حاجات مهمة جدا: تفكير، تجربة، نية. لو وصلت لحد هنا معايا فانت بجد مهتم،
وده في حد ذاته اول خطوه حقيقيه وايجابيه. اعمل لايك واشترك في القناه وابعت الفيديو ده لحد حاسس ان هو تايه زيي وزيك زمان. واوعى تنسى شعارنا، خلي الرساله توصل لك، خليها توصل للعالم. انا محمود قدري، اشوفك الفيديو اللي جاي.